وللتعليق أيضا على الموضوع من زاوية أخرى ينضم إلينا عضو المكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث بالجيش الوطني السوري هشام سكيف من عنتاب. أهلا وسهلا بك معنا سيد هشام في الثامنة. إذن هذه المظاهرات التي خرجت بالأمس وأيضا اليوم سيد هشام، ما أثر هذه المظاهرات على السيطرة في عفرين ومن يسيطر على عفرين بشكل عام؟ مساء الخير عزيزي، أسعد الله مساك ومساء المشاهدين والمتابعين الكرام. طبعا امبارحة واليوم كان القرار هو قرار الشعب اللي صدح حنجرته بالشوارع واللي وقع على قرار خروج الهيئة، وعلى الجميع الالتزام بالقرار الشعبي. بندقية بدون شرعية شعبية تصبح ميليشيا، وعلى الجميع الإنصات لهذا الصوت الهادر الذي ملأ الساحات منذ شهر، واليوم استطاع أن يزين عفرين بعلم الثورة ويعيد لزيتون عفرين اخضراره ويرفع علم الثورة مجددا وعلى أعين بقايا وفلول أمني الجولاني. لا معنى لأي سلاح ولا شرعية لأي سلاح بدون مشروعية شعبية وشرعية شعبية. هذا ما نفهمه الآن من صوت الشارع، وهذا ما نفهمه من صوت إذن هل هناك أي تغير على أرض الواقع؟ والذي لا يفهمه هو بصراحة وسامعني هو مجرد ميليشيا يبحث عن سيطرة وسلطة كبشار الأسد. نعم، على أرض الواقع هل تغير شيء أيضا يعني بالإضافة لهذه المظاهرات، أم أن الوضع لا يزال كما هو عليه؟ عزيزي، نحن حلفاء للجيش التركي والدولة التركية الشقيقة. طبعا الجيش التركي نثق به ثقة فائقة، وهو يتابع طرد فلول تحرير الشام من عفرين ويلاحقهم، وما أعتقد أن وصل إلى نسبة معقولة، يعني بنسبة تقريبا 80%، لكن لا يوجد إلى الآن بقايا منهم مستترون هنا وهناك. وحليفنا الجيش التركي أعتقد أنه يلاحق ويتابع الموضوع. كل الآثار السلبية التي حذرنا منها سابقا طبعا يدركها الجيش التركي الحليف والدولة التركية الحليفة تدركها تماما. والآن هذه الصورة بالعموم موجودة بعفرين، لا أكثر ولا أقل. نعم. هناك فلول لتحرير الشام يختبئون تحت مسميات عدة، وهناك ملاحقات من قبل الجيش التركي لهم. واليوم الصوت الشعبي قالها بكل وضوح، واعتقد انه الذي ليس ما سمع هذا الصوت يعني وعنده يعني مشكله في السمع. اذا سيد هشام، برايكم هل تحرير الشام ستستجيب لمطالب المتظاهرين الذين ينادون برحيلها من المنطقه؟ هذا ما عنيته، يعني انه انت تبقى غصب عن الناس، فانت ليس الا ميليشيا تشابه بذلك ميليشيا بشار الأسد التي بقيت وجثمت على صدور السوريين طيلة 50 عاما. فأي سلاح وأي سلطة بدون شرعية شعبية هي مجرد ميليشيا تجلس على جماجم الأحرار. الآن الصوت الشعبي قالها، والجيش التركي يطارد ويقمع هذه الظاهرة ويعيدهم إلى أماكنهم، ريثما يستعد أحرار إدلب لثورة لا تبقي ولا تذر لهذه الحفنة يعني الطغمة الفاسدة والقاتل. بالمقابل المتظاهرون سيد هشام طالبوا بإخراج جميع المقرات العسكرية من المناطق السكنية. هل سيستجيب الجيش الوطني أيضا لمطلب الشعب هذا؟ هذا حق عزيزي، ليس فقط حق. ونفتخر بأن الفيلق الثالث هو أول من نفذ قرار وزارة الدفاع الصادر بعام 2020 بخروج كل المقرات العسكرية من كل المدن، ليس فقط عفرين. خرجنا كتجربة أولى من عفرين. هذا حق الشعب علينا، وإن لم نستمع إليه فهذا نزع للشرعية الشعبية. هذا واضح. على الجميع أن يسمع الرسالة التي قالها اليوم المتظاهرون. نحن البندقية التي نحمل شرعية شعبية وشرعية دولية،
وكل من يخالف هاتين الشريعتين هو أحمق. نعم، كل الشكر الجزيل لك سيد هشام سكيف، عضو مكتب العلاقات العامة في الفيلق الثالث بالجيش الوطني. كنت معنا من عين تاب، أشكرك شكرا جزيلا.